هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن حال. النهارده جايه لكم بوصفه كده فلاحي حلوه قوي. الرز المعمر الاصلي المعمر فعلا، حاجه كده بالسمنه البلدي والقشطه وحاجه روعه. تعالوا نشوفوا كده جماله وحلاوته عامل ازاي ومستوي معايا ولونه جميل والوش ولا محروق ولا الرزايه مش مستويه، حاجه كده فاخر من الاخر. يلا بينا كده على الوصفه ونشوف عملنا الرز المعمر الجميل بتاعنا ده ازاي. ده احلى طاجن رز معمر فلاحي كده، حاجه يستاهل بقك. عندي طاجن كده فخار او بايركس براحتك، بس هو في الفخار بيبقى احلى. اجيب قطعه سمنه بلدي كده حلوه واغلف الطاجن بتاعي بالشكل ده. بعد ما غلفت الطاجن السمنه كده ابدا انزل عليه بالرز. ده حوالي كيلو الا ربع رز مغسول ومنقوع ومتصفي بالشكل ده. بعد ما حطيت الرز المعمر بتاعي عشان احس انه فلاحي هيبقى هعمل ايه؟ احط لي بقى مكعبين سمنه بلدي كده حلوين يستاهلوا بقكم. مش قادره اقول لكم، وهقول لكم هخليكم تعملوا الرز المعمر ده حاجه كده احلى بجد من التكليف البلد. حاجه كده غنيه وجميله مش قادره اقول لكم. وفي ثواني هتعمليه. حطيت السمنه البلدي بتاعتي. هقول لك تركايه هتخلي الرز معمر ده مفشر معاكي وخمران وحاجه بجد روعه. ايه هي؟ هنحط معانا القشطه. غير القشطه استني معايا لاخر الفيديو هتشوفي الجمال والحلاوه جايه هنا. عندي بقى قشطه كده حوالي كوبايه قشطه انزلها. واحط بقى معايا ايه؟ علبه زبادي من اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. بصوا بالشكل ده مع القشطه والسمنه، حاجه بجد مش قادره اقول لكم هتبقى غنيه ودسمه ايه بقى عالي العالي. بعد بقى ما نزلت بكده بالقشطه كوبايه الزبادي بتاعتي، هديله بقى حوالي معلقه سكر كبيره حلوه، واديله بقى الملح بتاعي اللي انا بحطه اصلا لاي رز. عيرت الملح بتاعي، انا عامله هنا كوبايه كيلو الا ربع رز. واحط بقى ايه رشه فلفل ظريفه عشان بس ايه يبقى مبخر معايا. وبعد ما اديت له بقى رشه الفلفل هديله معلقه زيت واحده تلمع لي الموضوع، وادعك كل الكلام ده في بعض واسيبه بقى كده على جنب يخمر معايا. اكون عملت اي اكله تانية جنبه، ونشوف هنظبط الطاجن ده ازاي وهيطلع مطشطش وحلو قوي معانا. واسيبه كده على جنب واغلي شويه لبن، كيلو اللبن بتاعي والمرقه بتاعتي هزود بيها وحاجه تبقى تحفه وعلى العيل. اهم حاجه عندي ان انا ايه اغلف الايه الرزايه كويس قوي بالسمنه والقشطه والزبده، وحاجه الريحه كده فلاحي فلاحي. الرز المعمر بتاعي بقى هبدا ان انا اضيف عليه اللبن بقشطته بمرقته. بصوا بالشكل ده. عايزه تحطي مش عايزه تحطي مرقه وما تحطيش، عايزه تحطي لبن صافي حطي. هو بصراحه بيبقى باللبن الصافي احلى واتقل ودسم كده. بصوا ما شاء الله حاجه خيرها فيها. اديله بقى تقليبه كده عشان الرز الاقيه اتشرب كله من اللبن. انا بحب الرز بتاعي يبقى غرقان في اللبن كده، ما يبقاش ان هو متغطي زي الرز العادي، لا بيبقى اعلى من الرز العادي. يعني كوبايه الرز بديها كوبايه ونص لبن او كوبايه ونص لبن على مرقه. انا هنا عامله 3 كوبايات رز، عامله حاطه حوالي 6 كوبايات شوربه. بصوا ما شاء الله جميله ازاي. ابدا بقى احطها في الفرن على الشوايه، ومن تحت الشوايه شغاله وهو من تحت شغال. الرز المعمر طلع معايا بالشكل زي ما انتم شايفين كده، وشه مطشطش بسبب ان احنا فتحنا عليه الشوايه الاول وبعدين كملنا سواه في الفرن. مش قادره اقول لك الريحه والطعم البلدي الفلاحي الاصلي واللون جميل ازاي، ومش محروق الوش ولا ناشف معايا الرز محصول، حاجه كده جميله. فيا لو عجبتكم الوصفه مننساش نضغط لايك وشير، ونرجع لاكلات الزمن الجميل ونخش على الرز المعمر الجميل بتاعنا دوت بقلب جامد ونعمله، ويا رب تعجبكم الوصفه. باي باي.